اللاعب السوري عبد الله الشامي لاعب النادي الاهلي. آه، قال ايه في برنامج المدرج؟ قال ان هو بيتمنى ان الاهلي يتعاقد مع زميله في منتخب سوريا اللاعب احمد الصالح. فقال ان هو لاعب كبير واضافه كبيره للنادي الاهلي وان لاعب مميز. وقال قال كمان ان هو من ساعه ما بدأ الاهلي دخول مفاوضات مع احمد الصالح ما اتصلش بيه، فمش عارف ليه. احنا بنقول يا صالح اتصل بيه وعبد الله الشامي عشان ما يزعلش بس. واستدرد يعني الشامي قال ان احمد الصالح عايز يلعب للاهلي، بس العائق الوحيد ان المبلغ المقابل المادي اللي معروض فيه. وعبد الله الشامي قال انا تلقيت عرض من الزمالك عشان العب له ورفضه، لان اللي يلعب للاهلي صعب انه يلعب للزمالك، لان الاهلي رقم واحد في مصر وهو من بين انديه القمه رقم واحد، وهو بيعتبر نفسه من ابناء النادي يعني. وقال انا بمتلك عروض من الاسماعيلي وفي كام عرض كده من انديه مصريه برضه بتفاوضه، بس هو لسه مقررش هيروح فين. بس هو مستني هو يفضل برضه في مصر عشان يثبت ذاته. وقال بالنسبه للكابتن حسام البدري، الكابتن حسام البدري بيتمتع بشخصيه قويه وحزيمه مع اللاعبين، وعنده انضباط تام داخل وخارج الملعب. ولكن مشكلته الوحيده هي الفرصه، مفيش حد بياخد معاه فرصه، يعني محدش قليل قوي اللي بياخد مع كابتن حسام البدري فرصه. بيقول لك في لعيبه كتير اساسا عايزه تاخد فرصه في النادي الاهلي، زي عمرو بركات وميدو جابر واكرم توفيق بيقول لك دول لعيبه مميزه للغايه. وقال كمان ان الاهلي مش هيتاثر برحيل احمد الشيخ ومؤمن زكريا وعماد متعب، وان النادي الاهلي هيفوز ببطوله الدوري السنه دي، وان الاهلي ما بيعانيش من ازمه في حراسه المرمى لان الثلاثه اللي موجودين على اعلى مستوى. وانا بقول له ربنا يوفقك يا عبد الله وتشوف مصيرك ومصلحتك بره النادي، لان انت كده كده اساسا مش هتلعب من بعد ما قلت ان حسام البدري قاتل المواهب، فمش هتلعب.